مظاهرات عارمة في كل محافظات مصر. استعدت الميادين المصرية لمظاهرات عارمة تحت مسمى جمعة الغضب بعد قيام الجيش الإسرائيلي بحرب كبيرة على غزة ومدن فلسطينية أسقطت مئات الضحايا. ودعت الأحزاب المصرية للمظاهرات في عدة ميادين بعد تحذير السيسي من إمكانية خروج الملايين من المصريين للشوارع لرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. كما دعا الرئيس السيسي للحشد بسبب التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة العربية، وهي قضية فلسطين والتي هي قضية كل الشعوب العربية، حيث يواجه الشعب الفلسطيني جرائم حرب ترتكب بصورة وحشية من العدو الإسرائيلي المحتل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1948 ميلادية حتى الآن. والاعتداء الغاشم على قطاع غزة وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ وقصف مستشفى المعمداني واستخدامهم أسلحة وذخائر محرمة دوليا. فما يحدث في غزة هي مجازر وجرائم وحشية تخالف للقانون الدولي. فالحشد الذي دعا إليه الرئيس يمثل رسالة واضحة وقوية لكل العالم بأن الشعب المصري يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطن ودعما لكل القضايا العربية، ولن يسمح بتهجير الشعب الفلسطيني إلى أي مكان، فالشعب الفلسطيني صامد على أرضه. وكانت مظاهرات غاضبة في قلب القاهرة قد دعت إلى تدخل عسكري لجيوش عربية لوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. وتأتي المظاهرات بعد قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة مساء الثلاثاء الماضي من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تشن هجماتها بضراوة على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.